مساء الخير. النهارده هنعمل كيكه صيامي بجد رهيبه، هتعجبك جدا. اول حاجه معايا كوبايه سكر، هضيف عليها كوبايتين من الميه، وهبدا اضيف عليهم نص كوب زيت. طبعا بنتي حابه تشاركني في عمل الكيكه، هي اللي ماسكه المضرب اليدوي وبتعمل معايا. هبدا كده اقلبهم مع بعض لحد ما السكر يدوب، وهبدا اضيف الفانيليا. هضيف 2 من اكياس الفانيليا، وهبدأ كده بالمضرب اليدوي ادوبهم لحد ما السكر يدوب خالص، وهبدأ اضيف الدقيق انا هضيف 3 اكواب من الدقيق. وقبل ما اضيفهم طبعا بنخلهم الاول. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف. عايزه اقولك كمان ان احنا هنعمل الكيكه دي صوص نوتيلا رهيب بجد، هيعجبك. اسمعي بس الفيديو للاخر لانك هتعملي كيكه ونوتيلا حاجه كده تحفه، هتعجبك جدا. ببدأ كده انخل الدقيق. بجد دي اسهل كيكة وكمان طعمها حلو قوي. انا متأكدة ان انتي لو عملتيها هتعمليها على طول. هبدأ كده اكمل باقي الدقيق برضو، هجيبه وهنخله. وهبدأ اضيف معلقة كاكاو خام، هبدأ اضيفها. وهبدأ بالمضرب اقلبهم كده مع بعض، وهضيف كيس بيكنج باودر. وهبدأ اضيف معلقة خل، اخر حاجة هضيفها. معلقة الخل هتفرق قوي في الكيكة الصيامي. وهبدأ بالمضرب اليدوي اقلبهم كده مع بعض، والقوام لازما اخليه ناعم كده زي ما هتشوفوه. بصوا قوامها عامل ازاي. وهبدأ اجيب صينية، اصغر صينية عندي. وهبدأ اجيب اضيف نقطتين من الزيت. هبدأ ادهن الصينية كويس، وهدهن الاطراف بتاعة الصينية من غير تبطين ولا اي حاجة. انا بضيف كده الكيكة وهخلعها معاكم زي ما هتشوفوا بكل سهولة بعد ما تستوي. هتشوفوا دلوقتي بضيف كده الكيكة على طول في الصينية. دلوقتي بسخن الفرن، بسخنه كويس قبل ما ادخلها. وطبعا بتدخليها على الشبكة، ما تفتحيش عليها بعد يعني انا فتحت على الكيكة دي بعد تلت ساعة. خلاص كده انا هدخلها الفرن، خرجت منها الهوا. وهبدأ اعمل الصوص الرهيب. الصوص ده يا جماعة رهيب بجد. جبت كده حلة وهضيف فيها 4 معالق من السكر. دي رابع معلقة. وهضيف عليهم معلقة كاستر او معلقة نشا اللي عندك، يا معلقة الكاستر دي يا معلقة النشا، طبعا هي اللي هتربط النوتيلا بتاعتك. وهبدأ اضيف معلقة كاكاو خام. حاجات في منتهى البساطة وبجد هتطلع لك نتيجة هتعجبك. وهضيف كيس فانيليا وكوباية مية صغيرة. وهضيف معلقة زيت. وهبدأ ادوبهم كده على البارد قبل ما ارفعهم على النار. كل المكونات دي تدوبيها كده على البارد. بجد الصوص ده طعمه حلو قوي، يعني بجد طعمه حلو خالص. بدوب كده يعني بصوا زي ما انتوا شايفين كده. تدوبيه خالص وتنعميه كده قبل ما ترفعي على النار. بصوا اول ما القوام يتقل معاكي كده هتطفي.
هشوف بقى الكيكة بجد طالعة تحفة. بصوا خلة الأسنان دخلت كلها في الكيكة، بجد الخلة طالعة سليمة. خلاص هسيبها تبرد خالص الكيكة وهبدأ بصوا أقلبها. شايفين؟ عايزة أقول لكم إن هي بتتخلع بكل سهولة من الصينية. شايفين؟ بجد طالعة تحفة. يعني ايه، حاجة كده في منتهى البساطة بمية وطلع حاجة جميلة. اتمنى تجربيها. بصوا بقى الصوص يبرد خالص وهبدأ أضيفه. طبعا هو طلع غامق معايا لأن الكاكاو اللي كان عندي غامق. هبدأ كده ايه افرده على افرده كده بظهر المعلقة على الكيكة. بجد الصوص ده يا جماعة طعمه نوتيلا بجد، يعني نشا وشوية كاكاو وسكر، حاجات بسيطة خالص وكيس فانيليا مطلعلك ايه نتيجة تحفة. وهبدأ ازين بايه، جبت بسكوتة صيامي سادة فري. طبعا عارفين ان احنا النوع ده صيامي او النوع لمبادة، يعني اللي انت حبيت زيني بيه، يا النوع ده يا ده. بدأت كده اكسره، بكسره خالص علشان هزين بيه. طبعا قلت لك النوع التاني ده برضو حلو صيامي لمبادة، اللي انت حباه ضيفيه. انا طبعا كسرت البسكوت. هبدأ اضيف ايه، هضيف كده شوية كده. لازم انا ازين الكيكة علشان ايه، اول ما بتزينيها كده بتعجب الاطفال وبجد بتشدهم خالص، وبجد هي طعمها اصلا تحفة. وهبدأ اقطعها. كل التفاصيل هجيبها معاكم وهوريكم كمان قلبها عامل ازاي. اتمنى لو وصلتي لحد هنا في الفيديو تضغطي لايك عشان الفيديو ده يروح لكتير من الناس تعمله، لان هو سهل خالص وبجد نتيجته حلوة حلوة جدا. بجد كيكة بالمية وطلعت تحفة. اتمنى حد يعملها ويرجع للفيديو ويقولي بعد ما عملها طلعت حلوة ازاي. بصوا بجد حاجة كده ايه تحفة. هبدأ بقى برضو اوريها لكم بالظبط قلبها عامل ازاي، وهجيب شوكة واقطع منها بجد اسفنجية خالص. شايفين ارتفاعها حلو قوي. هبدأ اجيب شوكة واقطع منها. بجد حاجة كده ايه طعمها حلو قوي، والصوص اللي فوق ده مخلي طعمها رهيب. هي بجد كلها حلوة قوي. اتمنى تشجعيني بلايك للفيديو، وتعملي اشتراك لو بتحبي الوصفات السهلة والاقتصادية والبسيطة وكمان ناجحة جدا. اعملي اشتراك وفعلي الجرس.